متى نستخدم will be will have been؟ دي كلهم اسمهم ازمنه ايه؟ مستقبل. بص، جمله واحده هعرفك الازمنه ديت امتى استخدم will، وامتى استخدم will be، وامتى استخدم will have، وامتى استخدم will have ايه؟ been، بجمله واحده، لان دول كلهم اسمهم ازمنه الايه؟ المستقبل. تعال نفهم القصه دي الاول. حدوته، لو انا عندي مباراه تنس مثلا، المباراه هتبدا الساعه 5 وهتنتهي الساعه كام؟ 8. يبقى منتصف المباراة ما بين 5 و8 6 ونص، ومدة المباراة 3 ساعات بس. هم دول الأربع أزمنة. مش فاهم يعني إحنا قلنا هتبدأ الساعة 5، يبقى هنا هنستخدم الساعة 5 هنستخدم معاها ويل، بيجي في بداية الحدث. ومنتصف المباراة 6 ونص يبقى نستخدم ويل بي، ونهاية المباراة الساعة 8 يبقى نستخدم ويل هاف، والمدة اللي هيلعبوها كلها 3 ساعات يبقى هي نستخدم ويل هاف بين. مش فاهم معايا بقى؟ واحدة واحدة، تعالى كده، تعالى وانا افهمك الدنيا دي ماشيه ازاي. يعني انا دلوقتي انا عرفت ان المباراه هتبدا الساعه كام؟ 5، يبقى دي بدايه المباراه في المستقبل. في بدايه الحدث في المستقبل استخدم المضارع البسيط اللي هو مين؟ ويل زائد مين؟ المصدر. يبقى I will play tennis at 5، يعني لما اقول لك انا سوف العب تنس الساعه 5، معنى كده ان دي في المستقبل هتبدا بدايه المباراه الساعه كام؟ 5. خلصت؟ خلصت. وده بيسمى مستقبل بسيط، وبنستخدم فيه ويل زائد المصدر، وقلنا بتستخدم عند بدايه مين؟ الحدث. تعال على النقطه الثانيه. طيب ويل بي، والبي بيجي وراها الفعل في اي ان اي جي، بنستخدم للفعل نحط له اي ان اي جي. نلاحظ ان احنا من شويه قلنا ان منتصف المباراه كان الساعه 6:30 اللي ما بين 5 و8. وهنا بقى نلاحظ ان احنا قلنا I will be playing tennis at 6:30. خلاص الساعه 6 ايه ونص. طيب خد بالك، يبقى معنى كده نستفاد ان احنا بنستخدم ويل بي اللي هو بيسمى المستقبل المستمر، اللي بنحط فعل اي ان جي في منتصف الحدث. في منتصف الحدث انا قلت الساعه 6 ونص، المباراه كانت بادئه الساعه 5، منتصفها كام؟ 6 ونص، ونهايتها كام؟ 8. يبقى انا بستخدم ويل بي في منتصف الحدث. I will be playing tennis، يبقى انت كده الساعه 6 ونص، يبقى ده منتصف المباراه في المستقبل. خلاص خلاص. وده بنسميه زمن المضارع المستمر، اللي هو ويل بي زائد الفيرب مضاف الى اي ان جي، زي ما احنا شفنا في الايه؟ في القصه دي، وبيستخدم عند منتصف الحدث في المستقبل. طيب امال ايه دي بقى؟ I will have played دي تصريف ثالث. استخدمت will have بيجي معاها التصريف الهون الثالث، وده بتعبر عن نهايه مين؟ الحدث. قال لي تنس الساعه كام؟ 8. مش احنا قلنا من 5 ل 8 والنص بتاعهم 6 ونص؟ الساعه 5 قلنا ويل زائد المصدر، الساعه 6 ونص منتصف الحدث في المستقبل قلنا ويل بي وحاطين فعل اي ان جي. في نهايه الحدث الساعه 8 هنستخدم زمن المضارع الهون المستقبل التام المستمر، اللي هو ويل هاف زائد التصريف الايه؟ الثالث للفعل، لان المباراه هتنتهي الساعه كام؟ 8. ونقول ده اسمه ايه؟ المستقبل التام، اللي هو من ويل وهاف زائد التصريف الهون الثالث، ويستخدم عند نهايه مين؟ عند نهايه الحدث في المستقبل. خلاص نقولهم تاني، تعالى معايا. يبقى في بدايه الحدث بنستخدم مستقبل بسيط اللي هو ويل زائد مين؟ المصدر. فيها مشكله؟ في منتصف الحدث بنستخدم will be زائد الفعل في اي ان اي جي. في نهايه الحدث بنستخدم المستقبل التام اللي هو will have زائد التصريف الثالث للفعل. طيب احنا لسه ما اتكلمناش في will have been. تعال اخر واحده بقى اللي هي will have been، وبنحط الفعل اي ان اي جي، وده بيسمى اسمه المستقبل التام المستمر، ودي لتحديد مده الحدث في المستقبل. يعني هو لعب من كام؟ من 5 ل 8، يعني لعب 3 ساعات، فنقول له I will have been واحط فيها الاي ان جي playing tennis for لمده 3 ايه؟ ساعات. ويسمى زمن الايه؟ بص، لتحديد مده الحدث فين؟ في المستقبل، ويسمى زمن المضارع التام المستمر اللي هو will have been زائد الايه؟ الفعل المضاف اليه اي ان جي. بس هنا ملحوظه لازم نعرف، في زمن ان ويل لما بجيبها زائد المصدر ده احنا قلنا مستقبل بسيط، وقلنا ويل بي بيجي وراه الفعل في اي ان اي جي، وقلنا دي في بدايه الحدث، وقلنا دي في منتصف مين؟ الحدث. بس لاحظ ان ويل ما بيجيش الا بعدها فعل فين؟ في المصدر. اما ويل بي قد ياتي فعل في اي ان جي، وقد ياتي وراها اسم او صفه او حرف جر، زي المثال ده. انا هنا ممكن اقول اي ويل ستادي، ملهاش الا فعل فين؟ في المصدر. اما ويل بي واسعه شويه، فممكن اجيب ايه؟ اسم. ممكن اجيب I will be a teacher، I will be happy،
I will be on time أو حرف جر، بالإضافة إن أنا ممكن أقول له I will be وبعد studying أحط الفعل ing. فويل بي قد يأتي وراء الفعل في ing أو اسم أو صفة أو حرف جر، أما ويل ملهاش إلا فعل فين؟ في المصدر.